وعلى فكرة، كل اللي بيقول ان احنا مش عرب فعلا احنا مش عرب، احنا فراعنة. العرب برضو من ذريتنا، بس بعد كام ألف سنة ساعة ستنا عمر وأبونا إبراهيم واللي طلع منه ابن أبو العرب سيدنا إسماعيل. فتعالى بقى أديك 25 معلومة في كل حلقة كده، عشان لو احنا محتاجين حلقة واحدة فاحنا محتاجين 70,000 سنة نتكلم هي ايه مصر دي. فيلا كمل معانا اللغز الأخير وبيرة. أحكي لكم على مصر اللي ما تعرفهاش يا سادة. مصر اللي كل حبة رعاة كانوا عايشين في خيم من 70 سنة بيكلمونا احنا وبيقول لك المفروض تعملوا والمفروض تسووا. تعالى أعرفكم وتعالى يا مصريين نعرف ونراجع تاريخ بلدنا والفراعنة. الحلقة الأولى من اللغز الأخير في سلسلة حب مصر. مصر فيها أطول نهر النيل في العالم كله. يا راجل طب تعالى انا لسه هبتدي. الاهرامات من عجائب الدنيا القديمه والجديده والوحيده اللي لسه فاضله. يا راجل انت تعرف ان المصريين القدماء اخترعوا الورق من نبات البردي؟ يا عم ما تقولش كده، هو كل حاجه مصريين؟ ده انا لسه. وادي الملوك في الاقصر فيه اكتر من 60 مقبره ملكيه كده يا اخوان، ملوك ملوك ملوك. طب انت تعرف ان مدينه اسكندريه كان فيها اضخم مكتبه في تاريخ العالم القديم كله؟ يا عم دول فراعنة. طب انت تعرف الفراعنة كانوا أول من جربوا عمليات الجروحة والعمليات والكشف عن العين والسنان؟ طب انت تعرف ان الغردقة وشرم الشيخ من أجمل مدن الغوص في العالم كله؟ وركز معايا في كلمة العالم كله كل شوية. طب انت تعرف ان دهب فيها أكتر وأجمل موقع غوص اسمه البلو هول لمقبرة الغواصين؟ طب انت تعرف ان القاهرة فيها جامع كنيسة ومعبد يهودي في شارع واحد مش موجودة في العالم كله؟ طب انت تعرف ان الشمس بتدخل جوه معبد الحسين بالمرتين في السنة بدقة عجيبة على مصر ولموافاته؟ انت تعرف ان مصر اول بلد زرعت القمح وصدرته للعالم كله؟ نعم يا سيدي انها مصر. انت تعرف ان المصريين القدماء اول من استخدموا الكحل لحماية العين؟ يا رب يا غيرة، ده انا جاي اعرفكم يعني ايه مصر. وبرضه اعرفوا يا خالد الوناسيس. في لعبه اسمها السلك، كانت اقدم لعبه شباب الشطرنج ظهرت كده في مصر يجي من 8000 سنه كانوا بيتسلوا بيها. انت تعرف ان المصريين اكتشفوا خميره الخبز اللي بيستخدمها العالم كله حاليا؟ نعم مصر. انت تعرف ان السياحه العلاجيه في سفاجه مشهوره للصدفه والروماتيزم وبتشفي الحمد لله يعني. اللهم لك الشكر يا رب على نعمة مصر. بتعرف واحد سيوة فيها عيون مياه طبيعية بتعالج أمراض جلدية لكل البشر، مش بقى على حسب نوعك وعلى حسب جسمك وعلى حسب ده كله. أنت تعرف مصر بتنتج أجود أنواع القطن توجيه التيلة، والناس اللي تبقى فاهمة يعني إيه. قناة السويس أقصر ممر ملاحي بيربط ما بين 3 قارات. 3 قارات. تعرف النيل بيعدي على 11 دولة لكن نهايته في مصر؟ مصر فيها كهف اسمه وادي سموم من أندر الكهوف الكريستالية في العالم. ما تقولش كده، أنا لسه قلت حاجة، ده إحنا لسه في أول سلسلة من مصر. أول رحلة بحرية مسجلة في التاريخ خرجت من مصر. الثلاثة المصريين دول، المصريين أول ما اخترعوا التوقيع بالختم الشخصي. تخيل أنت مكانش حد يعرف يعني إيه إن إحنا بنختم عندنا الختامة بالتوقيع الملكي الفرعوني. أسوان عندك من أجمل مدن العالم على النيل. على النيل من أجمل دول العالم. طب أنت تعرف العاصمة الإدارية من أحدث المدن الذكية في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي العالم كله ما بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ مصر ذكرت في كل الكتب السماوية، الإسلام، المسيحية، اليهودية. وبكده يا أبطال خلصنا جولتنا مع أسرار مصر اللي محدش لسه يعرفها، بس صدقوني والله لسه عندنا حاجات كتير أغرب وأجمل لسه هتشوفوها في الحلقات الجاية. لو حابين تكملوا الرحلة وتعرفوا أسرار أكتر دوسوا على الاشتراك وفعلوا الجرس عشان تكونوا أول ناس مميزة يوصل لها كل جديد. وعايز اشوفكم صحيح في الكومنتات اللي انا بقراها، قولوا لي اكتر معلومه عرفتوها وبهركم النهارده. انا محمد موافق من قناه اللغز الاخير، واشوفكم الحلقه الجايه. خليكم فاكرين مصر مش بلد وبس.
مصر قصة لسه بنكتشفها. أسعد الله طيبكم وأحلى صباح.